امبارح عمرو اديب الزملكاوي المثير للجدل طالع امبارح على NBC بيقول لك ايه، الاهلي بيكسب بالحكام، الاهلي امبارح لولا التحكيم ما كانش يتعادل كان خسر. يا راجل حرام عليك، ده بيراميدز كان مرعوب من الاهلي والضغط في الشوط الثاني، الريمونتادا اللي كان عاملها النادي الاهلي على بيراميدز لدرجه يوريتش مدرب بيراميدز كان مرعوب وبيقول للعيبه ارجعوا ورا، وكان خايف يجي في الثالث، وكان خايف ان الاهلي يكسبه عشان عارف ان الاهلي لما بيفوق مفيش فرقه بتعرف تقف قدامه. امبارح برضو طلع يقول لك ايه، ادوا الدرع للاهلي يا جماعه وخلصونا، ولا اقول لكم كده كده الدرع بتاع الاهلي بتاع الدوري عندهم. يا عمرو اديب انت بس مثير للجدل وخلاص، انت عايز تثبت ان الاهلي بيكسب بالحكام او الاهلي ياخد بطولات بالتحكيم. يا راجل ده محمود البنا اقسم بالله لولا محمود عاشور على الفار، مع ان محمود عاشور زملكاوي بس الراجل امبارح انا احترمته، لولا محمود عاشور جه قال لي محمود البنا تعالى بص على كره البيلين، ما كانش حسبها بيلين بتاعت امام عاشور، ولا الطرد اللي حسبه على لاعب بيراميدز لولا محمود عاشور قال له تعالى بص عليها، وبص ان هو فعلا نطحه بالدماغ، قال لك لا ده ايه ده، ازاي كده يا جماعه، ده جاب له شاشه في دماغه، ايه ده، ايه اللي هو بيعمله، والله ولا كان طرد ولا كان حسب ضربه جزاء للنادي الاهلي، مع العلم ان محمود البنا ضربه الجزاء بتاع بيراميدز حسبها من اول لقطه ما ترددش ولا رجع لفار ولا رجع لحد. ويجي يقول لك عمرو اديب ايه، ده الاهلي امبارح اتعادل بالتحكيم، الاهلي امبارح لولا التحكيم كان زمانه خسر. يا راجل حرام عليك، ده الاهلي امبارح والله العظيم الشوط الثاني فرم بيراميدز، فرموه يا جماعه. ضربه الجزاء بتاعت امام عاشور لو كانت جت اقسم بالله كان بعدها كان هيجي الرابع كمان، مش هقول لك بقى كان 3 بس وخلاص، كان هيجي الرابع كمان. بس عيب بقى ان عمرو اديب يطلع يقول لك الاهلي امبارح لولا التحكيم ما كانش اتعادل، عيب خالد الغندور يقول لك ايه، بص التحكيم بيجامل الاهلي. مين التحكيم اللي بيجامل الاهلي؟ ده الاهلي والله العظيم لولا القوانين اللي عاملها الاتحاد الدولي لكره القدم والله الاهلي ما كانش خد ولا بطوله. بسبب ايه؟ بسبب تبص على التحكيم تلاقي مثلا اللي بيحكموا زملكاويه، تبص على اللي قاعدين في الاعلام تلاقيهم زملكاويه. بص هعدهم لك، عمرو اديب زملكاوي وبيطلع بعد كل ماتش الاهلي ينتقد الاهلي، خالد الغندور زملكاوي على قناه المحور، سيف زاهر زملكاوي، تخش تبص تلاقي في كل قناه لازم في زملكاوي كده ضد الاهلي، تخش على قناه مش عارف ايه ATC تلاقي رضا عبعال، كل قناه تلاقي لازم فيها زملكاوي. طب وظيفتك ايه؟ قال لك ايه، انا هعمل حمله عشان خاطر اقول لك ايه، الاهلي بيكسب بالحكام. دي وظيفتهم اللي هم بس يوصلوا ان النادي الاهلي بيكسب بالحكام، والنادي الاهلي والله العظيم اكتر نادي بيتظلم من الحكام.